بالماضي يتحرك لضم هذا النجم قبل إيطاليا وفرنسا، والفاف منتظرة لحسم الصراع. لنتابع التفاصيل. كشفت تقارير صحفية عن تحرك الناخب الوطني جمال بالماضي لضم موهبة ونجم ليون الفرنسي إلى المنتخب الجزائري، الذي يوجد محل أطماع المنتخب الفرنسي والإيطالي. وأفادت ذات التقارير أن المدرب الجزائري يسعى لبرمجة لقاء في القريب العاجل مع اللاعب ريان آيت شرقي بفرنسا، وعرض مشروعه عليه، وإقناعه بتمثيل المنتخب الوطني في قادم المواعيد. وتأتي هذه الخطوة التي تدخل في سياسة بالماضي الذي يريد تدعيم المنتخب الوطني بأسماء جديدة تقدم الإضافة اللازمة للخضر. ويسعى بالماضي جاهدا رفقة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف جهيد زفزاف لضم صاحب 19 سنة الذي يوجد في أعلى مستوياته الفنية هذا الموسم مع فريقه ليون الفرنسي. وأسهم ذو الأصول الجزائرية في 7 أهداف لفريقه ليون هذا الموسم، منها تسجيل 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 21 مباراة لعبها ما بين أساسي واحتياطي، ونسبة عالية من المراوغات الناجحة.